باشمهندسة، أي شقة بتكون هي عنوان صاحبها طبعا. ودايما بنشوف شقق نلاقيها متلخبطة ومش عارفين يعني لا ألوان نافعة مع بعضيها أو حتى الديكوريشن بتاع الأساس نفسه. ده عشان في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني إيه ديكور، فاحنا عايزين حضرتك تعرفينا إيه هو الديكور يعني بشكل مبسط كده الناس تقدر تفهم. هي دي المشكله حقيقي فعلا، ان هنا يعني في اغلب المجتمع هم مش فاهمين ايه اهميه مهندس الديكور او الشغل بتاعه ايه. احنا مش شغلنا ان احنا بننسق الوان بس او ان احنا بننظم عفش او كلام من ده. لا، الدور الاساسي بتاعنا احنا في توزيع اضاءه، في توزيع مسارات حركه، في كل ده بيأثر عليكي في حياتك وفي يومك وفي الاستمراريه بتاعتك في المعيشه. الاضاءه بتاعتك لو مش كويسه في المكان اللي انت بتنامي فيه ده بيسبب لك ارق، لو مش كويسه في المكان اللي انت بتقري فيه بيسبب لك تاثير على العين. توزيع الفurniture بتاعك بمساحته في المساحه المتاحه ليكي ده برضو بيفرق كتير. فالموضوع مش مقتصر بس على جماليات، لا ده في اساسيات مهمه قوي قوي بنستخدمها، غير بقى في التنفيذ. طبعا انت لما بتمسكي الشقه من اولها بانها لسه على المحاره او لسه على الطوب، ففي اساسيات كتيره العميل ما يعرفهاش، بيتعامل مع العمال دايركت، فطبعا بيحصل فيه طبعا خم كتير وحاجات من دي. فده بيعنيه بعد كده يعني مستمرية عيشته في الشقة، كل ده بقى بيظهر وبيبان وبيعنيه بعد كده، وبيبقى تكلفة أضعف وأضعاف اللي هو كان هيدفعه في الأول. فده مهمات مهندس الديكور، مش جماليات بس، لا والله. طيب ازاي من خلال حضرتك او من وجهة نظرك نقدر نعرف ايه الستايل المناسب لينا وايه الديكورات اللي دايما بتكون جذابة للعملاء؟ احنا عندنا في الستايلات بتاعتنا احنا في كذا ستايل بنتعامل معاه، في المودرن وفي البوست مودرن او النيو كلاسيك وفي الكلاسيك. الكلاسيك ده طبعا بيحبذ في الاماكن الكبيره او المساحات الواسعه، فيلل والقصور والاوضاع ديت. لكن احنا عندنا المودرن والنيو كلاسيك، ده السياق اللي احنا ماشي معانا دلوقتي في الجو الشقق بتاعنا او في جو الفيلل الصغيره والاوضاع دي. المودرن طبعا بيبقى حلو قوي في الاماكن الصغيره والضيقه، لانه ما بيحتاجش العفش بسيط، حاجات صغيره، فده بيبقى مريح معانا، الوانه هاديه، كل ده بيعمل معاكي واسع وبيعمل معاكي ان انت واسع معاكي المكان. ممكن نستخدم النيو كلاسيك برضو بطريقه هاديه برضو بسيطه، فالمساحه هي اللي بتحدد، وذوق العميل برضو لازم انا برضو يعني بمشي تبع ذوق العميل هو عاوز ايه، لان دي بتبقى رغبه نفسيه، انت عايش في البيت فلازم تبقى حاسس براحه نفسيه وانت قاعد. يعني الديكور هو مراية اللي بتعكس شخصية العميل. بتعكس شخصيته، ولازم يقعد في بيته مرتاح وما يفكرش انا مين جاي لي، لا هو يفكر انا عايش في البيت ده، فلازم يبقى على ذوقي، على الحاجه اللي انا بحبها، ويراعي البساطه. يعني هنا المفروض احنا نراعي حته البساطه، لان مش بالتكلفه العاليه ولا بالشغل الكتير، لا البساطه دي بتريح الاعصاب، بتهدي حياتك في بيتك، لانها حياه مش جماليات بس. طيب من خلال وجهة نظر حضرتك نتكلم بقى هنا صوت وصوره، يعني خلينا نشوف الصوره على الطبيعه دلوقتي هتظهر على الشاشه ونفسر الصوره دي حصل فيها ايه وعباره عن ايه. دي كانت شقه دي معموله بالنيو كلاسيك، كانت شقه في حدود 140 متر تقريبا، كانت نيو كلاسيك. فالعميل ده طبعا طلب العميل كان عاوز الالوان الفاتحه، انا طبعا براعي الداتا ديت اللي بتدهن العميل ان الوانه بيحب الالوان الفاتحه ولا الالوان الغامقه، بيحب نيو كلاسيك ولا مودرن او كلاسيك، حتى لو عايز كلاسيك لازم برضو اطبق الموضوع. فده كان العميل طالب مني نيو كلاسيك، فطبعا احنا يعني ظبطنا الامور او عملنا سياق الامور بحيث انها تتناسب مع مساحته ومع الالوان والطبيعه اللي هو عايزها في المكان. وتوزيع الاضاءه بقى طبعا مهم، ده اهم حاجه كمان، من اهم من الديكور بتاعي اللي انا عاملاه، تنسيق الالوان وتوزيع الفurniture، توزيع الاضاءه بتاعتي، توزيع بقى كمان الاساسيات، فيش، كهرباء، سباكه، كل الاوضاع دي كلها دي مهمه، مش حاجه. طيب من خلال الصور اللي معانا يا باشمهندسه هناء، يعني من وجهة نظر حضرتك ايه اكتر الاكسسوارات اللي بتفرق معانا في الناحيه الجماليه في الديكور؟ انا من ناحيتي انا هي بتختلف من حد لحد، طبعا الجداريات اللي على الحيطه والشغل اللي على الحيطه طبعا بيفرق كتير.